صدر اليوم العدد الأخير من الصحيفة البريطانية الشعبية نيوز اوف ذا وورلد بعد أن قررت التوقف عن الصدور إثر تورطها في فضيحة تنصت على هواتف آلاف الأشخاص. المزيد في التقرير التالي والذي ننوه أنه يحتوي على أضواء فلاشات الكاميرات الفوتوغرافية. غلاف هذا العدد لا يوجد عليه تغطيات مميزة أو فضائح تكشفها هذه الصحيفة العريقة، فقط كلمتان: شكرا لكم ووداعا. سيكون العدد الأخير من هذه الصحيفة في أيدي القراء، بينما سيكون مالك الصحيفة الملياردير الأسترالي روبرت ميردوك في طريقه إلى بريطانيا من أجل التعامل مع الأزمة التي تسببت فيها فضيحة تنصت الصحيفة على الهواتف الخاصة بشخصيات بريطانية من أجل الفوز بأخبار لا تتوفر لدى منافسيها. لقد قدمنا اعتذارنا بالفعل، خذلنا من قبل أشخاص وثقنا فيهم، لكن النتيجة كانت أن الصحيفة خذلت قراءها. حالة من الإحباط والحزن الشديد خيمت على صحفيي الجريدة الذين خرجوا خلف رئيس التحرير الأخير في عمر هذه الصحيفة العريقة. كما أخبرت العاملين هذا الصباح، هذا ليس ما كنا نصبو إليه ولا ما نستحقه، ولكن كتحية ل7.5 مليون قارئ، فإن هذا العدد لكم وللعاملين. شكرا لكم. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن عن تشكيل لجنتي تحقيق في الفضيحة التي هزت المجتمع الإعلامي البريطاني بشدة، لكن حزب العمال المعارض طالب بتعيين قاض للتحقيق فورا، خوفا من تدمير أدلة قد تكشف مزيدا من خفايا تعاون الصحيفة مع عناصر في الشرطة البريطانية لتسهيل عمليات التنصت على الهواتف. بعد 168 عاما من كشف الأسرار ونشر الفضائح، ها هي نيوز اوف ذا وورلد تنتهي بفضيحة. من قال إن طباخ السم لا يتذوقه؟ أحمد صلاح زكي، BBC. لمزيد من التفاصيل والأخبار بإمكانكم زيارة موقع BBC على الإنترنت bbcarabic.com. هناك أيضا تستطيعون المشاركة بالرأي في البرامج التفاعلية وكذلك مشاهدة البث الحي.